أنا ميرا سامي ودي حلقة جديدة من سلسلة حلقات نسوان قادرة. وبطلات حلقتنا النهاردة مش بس نسوان قادرة، ده نقدر نقول عليهم نسوان وقحة، وده لأن غرابة جريمتهم مش بس في بشاعتها ولكن في كم البجاحة والفجور اللي بيتكلموا بيها مع أهل القتيل. اطلع كل يعني هيشنقون يشنقون 4-5 عيال واحسن من اهاليكم تهدموهم 5 عشان واحد. ليه يعني ده كله يعني؟ هو مات، هتستفيدوا ايه لما تحبسونا؟ هنتحبس وما لكمش دعوه. هو مات وارتاح من على وش الدنيا. هو مات، عايزين مننا ايه تاني؟ نقول احنا هيرضى هو لما نشنقوا احنا هيرضى هو؟ يبقى هم ياخدوا نشوف الدنيا فيها ايه ونتعامل معاها. رجعنا للفلوس تاني. انت جبت النقطه اللي بدور عليها ديت. ابنكم 100,000 200,000، انا معايا 2-3 مليون في البنك. لو 100 مليون مش عايزين ولا 100 مليون عايزين القانون معانا احنا والقانون هم ما عايزينش ديه. مش هو مات ما عايزينش ديه. انا عارفه البنات ده ما يتفيدش بمال الدنيا، بس هو مات. اخد لكم قرشين ومشي حال بنتك وخلاص. حتى لو ما عايزاش اخد قرشين هنتحبس 25. عارفه لو اتعدمت ربنا ما يحاسبنيش. ناخد عوض منك الرب تنتقم مني. التلاتة اللي احنا شفناهم دول تقدر تقول انهم اشهر سفاحات في اسيوط. واللي حصل ان كان في شاب اسمه خميس عمره 30 سنة. الشاب ده كان شغال بائع حر. ويعني ايه بائع حر؟ يعني ما عندوش محل، وكان بيبيع لأهل قريته والقرى المجاورة أي حاجة يحتاجوها بالقسط. يعني مثلا تلاقيه بيبيع طيور، هدوم، أجهزة كهربائية وخلافه. أي حد كان بيحتاج حاجة وما معهوش تمنها خميس بيروح يشتريها ويبيعها له بالقسط وياخد نسبة. والشهادة لله كان كل أهل القرية بيحبوه وبيحبوا يتعاملوا معاه، لأنه كان شاب مؤدب وذوق في التعامل، وما كانش بيدقق مع حد في مواعيد الأقساط. وكمان كان معروف إن هو شاب مكافح وبنى نفسه بنفسه. وكان خميس لسه متجوز وربنا رزقه ببنت قبل الحادث بكام شهر، وكان تقريبا بيدخل بيوت كل أهل القرية والقرى المجاورة، وكان في ثقة كبيرة ما بينه وما بين كل الناس. ومن ضمن العائلات اللي كانت بيتعامل معاها هي عائلة ست اسمها الحاجة لطيفة، وكانت أسرتها بتتكون من 3 ولاد و3 بنات، وزوجها كان متوفي، ولكن قبل وفاته قدر إن هو يشتري لهم بيت وأرض كبيرة. والبيت ده كان مكون من 3 أدوار، ده غير إن هو ساب لهم فلوس بعد وفاته حوالي 2 مليون جنيه. يعني من الآخر كده الست دي وبناتها ما كانوش محتاجين إنهم يشتروا حاجة بالقسط من الأساس، ولكنهم كانوا بيدعوا الفقر. وتعاملهم مع خميس كان صعب جدا، وكانت دايما تتأخر عليه في دفع الأقساط، وحجتها إنها دايما ما معهاش فلوس. وطبعا كان خميس وكان معتاد مع باقي الناس كلها كل مرة بيصدق عذرها، وخصوصا إنها كانت دايما بتدخله من ناحية الصعبانيات وتقوله إنها يدوب بتجهز بناتها، وهو طبعا كان بيصعب عليه الموقف وبيديها كل اللي هي عايزاه. والأكيد إن هو ما كانش يعرف هي عندها إيه، وكذلك كل أهل قريتها محدش كان يعرف عنها حاجة. وخميس عشان كان زباينه كتير كان عنده أجندة بيسجل فيها كل واحد دفع إيه وعليه إيه، وعمره ما كان بيكتب على حد وصل أمانة. وده بسبب الثقة اللي كانت ما بينه وما بين أهل القرية، بس بسبب الديون اللي بقت تتراكم عليه ابتدى إن هو يكتب وصولات أمانة، وخصوصا مع الناس المتعبة اللي زي الحاجة لطيفة، واللي مديونيتها الخميس وصلت لمبلغ 11,000 جنيه. ولكنه برضه ما كانش بيستخدم وصولات الأمانة دي أبداً، وكان بيكتبها بس علشان يضمن حقه مش أكتر من كده. وفي يوم وصلته معلومة إن الحاجة لطيفة بدأت تبني دور زيادة في البيت بتاعها، فساعتها بيحس إن هو مضحوك عليه، وإن طول الفترة اللي فاتت الست دي كانت بتستغله. منين إن هي ما معهاش فلوس وبتبني دور كامل في بيتها؟ وقتها راح اتأكد من العمال اللي شغالين هناك، وقالوا له إن تكلفة الدور اللي اتبنى عند الحاجة لطيفة تعدت 200,000 جنيه. فبيروح لها على البيت علشان يطلب منها إنها تسدد الفلوس أو حتى جزء منها. وكان معاها في المقابلة دي بناتها الاتنين، الكبيرة شيماء والصغيرة منى. والبنتين دول والعياذ بالله
كده كأنهم بومتين فيهم تكبر الكون كله، ربنا يعافينا. فلو ليه خميس بيطالب بفلوسه من أمهم، بيكلموه بطريقة صعبة جدا، ولما معرفش ياخد معاهم حق ولا باطل بيهددهم بوصل الأمانة اللي معاه، وبيقول لهم إن هو هيروح يشتكي في الشرطة لو أمهم ما سددتش الفلوس. وصوتهم عالي على بعض والموضوع قلب بخناقة، ولكن في الآخر بيوصلوا لاتفاق مع بعض إن هو يروح لهم على آخر الأسبوع وهم هيسددوا له كل الفلوس أو على الأقل جزء كبير منها. خميس صدقهم وخد بعضه وراح ماشي. وقتها لطيفة وشيماء ومنى قعدوا مع بعض علشان يشوفوا هيعملوا ايه، ولكنهم ما فكروش للحظة انهم ازاي يسددوا فلوس الراجل ده ويسيبوه في حال سبيله. كل اللي فكروا فيه هو ازاي يعلي صوته علينا ويقلل مننا بالطريقة دي. ده خلى الناس سمعت حسنا واحنا لازم ناخد حقنا منه تالت ومتلت، فبتقترح عليهم البنت الكبيرة إنهم يقتلوه، وده جزاء مناسب جدا للي عملوا معاهم. والغريب بقى إن الأم والبنت الصغيرة التانية بيوافقوا وبيشجعوا الفكرة جدا، وبدأوا يجهزوا الخطة ويوزعوا الأدوار، واتفقوا كلهم إن القصة دي لازم تخلص في أقرب وقت، وإن اسم خميس اللي تطاول عليهم ده لازم يتمسح من الوجود. ويبدو من أدائهم في اللي جاي إنهم كانوا متعودين على كده. ما هو أصل قوة القلب اللي كانوا بيتكلموا بيها دي تدل إنهم فعلا سفاحين، وإن قد تكون دي مش أول جريمة ليهم. المهم بعد ما عدى أسبوع من زيارة خميس بتتصل بيه شيماء البنت الكبيرة وبتطلب منه إن يجيلهم تاني يوم ويجيب معاه شوية فراخ وبط، والأهم من ده كله إن يجيب وصل الأمانة، وبيقنعوه إنهم هيدوله باقي الفلوس ويخلصوا كل الأقساط. وفي الوقت اللي كانت شيماء بتكلم فيه خميس كانت منى بتحضر حفرة كبيرة في جنينة بيتهم على قد جسم خميس، وبيجي خميس اللي بيكون راكب موتوسيكل وبيطلبوا منه إنه يركنه جوه البيت علشان ما يتسرقش. والغرض هنا إنهم ما كانوش عايزين حد يشوف إن خميس دخل عندهم. وبيدخل خميس وبيقابل الحاجة لطيفة وبتقعد تتكلم معاه شوية وبتجر معاه ناعم. في الوقت ده كانت شيماء في المطبخ بتحضر المخدر اللي هتحطه في العصير، وبعد ربع ساعة بالظبط من شربه لكوباية العصير بيحس إن هو بدأ يفقد توازنه، وبيحس ساعتها بالغدر وبيشك إنهم هيعملوا فيه حاجة، وخصوصا إن لطيفة قعدت تأكد عليه كتير جدا إن وصل الأمانة في جيبه. وساعتها حاول إن هو يقوم ويمشي، بس أول ما قام شيماء البنت الكبيرة قامت جابت شومة من المطبخ وضربته بيها على دماغه، وفضلت تضرب فيه لغاية ما فقد الوعي. وفي نفس الوقت لطيفة دخلت علشان تجيب شوالين وحبل، وده علشان يكتفوه من أول راسه لغاية رجليه. وبعد كل ده بيقرروا إن هم يخنقوه علشان يتأكدوا إن هو مات. وبعد ما اتأكدوا إن هو مات شالوه هم التلاتة ومعاهم أخوهم اللي عمره 14 سنة وحطوه في الحفرة اللي كانوا بيحضروها من قبلها بيوم، وردموا عليه وكأن مفيش أي حاجة حصلت. وبعدها شيماء أخدت الموبايل بتاعه وعلى أقرب ترعة ورمته فيها. وفي نفس الوقت منى دخلت علشان تاخد الموتوسيكل بتاعه وفككته بالعدة اللي كانت محضراها من قبل كده وخلته 100 حتة ولمت الأجزاء وراحت ترميها. ولطيفة اللي تعتبر هي رأس المدبرة كانت واقفة بتأمن على كل خطوات الجريمة، وفي أقل من ساعة كانت كل حاجة خلصانة. وبعدها منى خدت بعضها وراحت على الدرس بتاعها عادي، ولطيفة وشيماء دخلوا يحضروا الغدا ولا كأن في حاجة. وعلى المغرب كده أهل خميس بدأوا يقلقوا عليه، خصوصا لما لقوا تليفونه مقفول وهو مش متعود يقفل التليفون أبدا. وبعد ما سألوا عليه في كل مكان طلعوا على اسم الشرطة وعملوا بلاغ تغيب، لأنهم كانوا متأكدين إن أكيد خميس حصل له حاجة،
لأنه عمره ما بيقفل تليفونه أبداً، وأكدوا في المحضر إنه عمره ما كان عنده خلافات مع أي حد. ورجال الشرطة لما بدأت تحرياتها وسألت الناس في محيطه عرفوا إنه هو كان موجود في قرية جنبهم، وكان معاه بضاعة عبارة عن كمية من البط والفراخ. وقتها الشرطة قررت إنها ترجع على بيت خميس ويدوروا في تفاصيله، وبيلاقوا الأجندة بتاعته، فبيقرروا إن هم يفتحوها ويدوروا فيها على أي حاجة. وبيلاقوا في الأجندة إن في زبونة بيتعامل معاها في القرية اللي اتشاف فيها قبل اختفائه، وعليها 11,000 جنيه. وبنفهم من ده إنهم قصدهم الحاجة لطيفة. وعلى ما وصلوا لمعلوماتها الشخصية وحددوا مكان بيتها كان فات 3 أيام، وراحوا على بيتها وخبطوا على الباب وفتحت لهم عادي. وبناتها الاتنين كانوا موجودين وبيردوا بمنتهى البرود والهدوء. ولما الشرطة بتسألهم عليه بيقولوا لهم إنه فعلاً جه عندنا وجاب لنا الفراخ والبط وأخد فلوسه كلها ومشي. ولكن الحس الأمني عند الشرطة خلاهم مش مرتاحين لهم خالص، خصوصاً إن نظراتهم وتصرفاتهم مش نظرات بنات عادية في سنهم. طريقة كلامهم مستفزة جداً، وأسلوبهم هجومي ومتعجرفين، يعني من الآخر ناس مش مريحة بالمرة. فبيفضل رجال الأمن يحققوا معاهم ويضغطوا عليهم علشان يطلعوا منهم بأي معلومة. وفي نفس الوقت كانت التحريات بتتعمل في محيط بيت لطيفة وبناتها، وتعرف إن خميس كان موجود عندهم من أيام بسيطة وكان في خناقة كبيرة ما بينهم. ساعتها طلبوا من لطيفة إن هم يدخلوا يفتشوا البيت، ولكن لما فتشوا ما لقوش أي حاجة تلفت الانتباه. ولكن في آخر لحظات بيشوفوا عشة الفراخ اللي موجودة في البيت، وبيطلبوا منهم إنهم يدخلوا يفتشوها. ولما دخلوا عشة الفراخ بيلاقوا المعدات اللي فككوا بيها الموتوسيكل، ومع التفتيش الدقيق بيلاقوا قطع صغيرة من الموتوسيكل بتاع خميس. وقتها منى البنت الصغيرة ارتبكت جدا وبان عليها كل اللي مخبيينه. والشرطة لما شافت كده اتأكدوا إن هم ليهم دخل في اختفاء خميس، وساعتها وجهوا الاتهام للطيفة. ولكن شيماء بنتها الكبيرة بتنفي التهم عنها بالكامل، وقالت إن هي لوحدها اللي عملت كل حاجة، واعترفت إنها قتلته. ولكن لما بتلاقي أمها وأختها الصغيرة بيصدقوا على كلامها ده بتندهش جدا، لأن فعلا لطيفة بتقول لرجال الشرطة أنا ماليش دعوة بأي حاجة، ولا أنا ولا أختها الصغيرة، شيماء هي اللي نفذت كل حاجة. وقتها شيماء بتلاقي إنها هتشيل الليلة كلها لوحدها، والموضوع واصل للإعدام، فقررت إنها تعترف عليهم. يعني من الآخر كده كلهم باعوا بعض، وشيماء اعترفت بكل التفاصيل الحقيقية، ودلت كمان على مكان الجثة. وبالفعل بتروح الشرطة وبيستخرجوا جثة خميس، وبعد استخراج الجثة بيتبين صحة رواية شيماء، وكانت الأدلة كلها بتثبت عليهم الجريمة. وبتحاول الأم من باب الحقارة إنها تقول إن خميس حاول الاعتداء عليها، وده علشان تهرب من حبل المشنقة هي وبناتها. ولما بيفشلوا في ده بيحاولوا إنهم يدفعوا دية لأهل خميس علشان يتنازلوا عن حقوقهم. ولما بيرفض أهل خميس بنشوف الوقاحة وقلة الأدب على أصولها منهم. ولكن في النهاية كل محاولاتهم إن أهل خميس ياخدوا الدية ويتنازلوا عن حقوقهم بتنتهي جميعاً بالفشل. وفي سنة 2017 بيتم الحكم عليهم بالإعدام، إلا إن بعدها بيتم تنفيذ حكم الإعدام على البنت الكبيرة شيماء، وتم تخفيف الحكم على الأم والبنت الصغيرة. ولكن في النهاية القضية دي أنا بعتبرها من أغرب وأبشع القضايا، وده من حيث وقاحة القاتلات وتجبرهم. وبكده خلصت حلقتنا. أتمنى لو عجبتكم تكتبولي في التعليقات، ولو ما عجبتكوش اكتبولي برضو. سلام.